عايزين نشرح للناس، نبقى على نور، نبقى فاهمين ان احنا يعني الموضوع يكون بشرح باقتناع. يعني ازاي بشرح باقتناع؟ ان انا دلوقتي انت غليت الغاز 3 جنيه، اشرح لي غليته 3 جنيه ليه؟ 43%. والبنزين ال95 غليته 2 جنيه بقى ب21. يعني نسبة وتناسب، هو أقل نسبة في الزيادات كلها ال95. تمام كده؟ هتقولي ممكن بقى أقول لك أنا بقى اللي استنتجته إن ال95 معلهوش استهلاك كتير، فبيعملكش فرق في التكلفة كتير، صح كده؟ طب ما تطلع تقولي كده. أنا في حاجات فهمتها لوحدي أهو، في حاجات قربت أفهمها لوحدي، إن ال95 معلهوش استهلاك كتير، الكمية اللي بتستهلك صغيرة، وال92 نسبة أقل برضو شوية من ال80. ال80 هو اللي عليه نسبة كبيرة في الاستهلاك. السولار هو أكبر نسبة في الاستهلاك. ما هو ده اللي أنا بقى عاوز أفهمه، السولار أكبر نسبة في الاستهلاك. طب ليه أنا أزوده مثلا 12 و 13%؟ ما احنا مش قبل كده قلنا إن السولار ده نقرب منه بحرص؟ السولار ده اللي هيقلب الدنيا. اقسم لك بالله بتاع الخضار هيستغل الظروف دلوقتي وهيرجع يقول لك يا باشا هم غلوا السولار. انت جاي بتتكلم لما انا كيلو القوطه وصل 30 جنيه و40 جنيه؟ ما تشوف بتوع السولار، ما احنا بنجيب العربيه من اخر الدنيا بالشيء الفلاني. السواق